تواصل كافة الأجهزة المعنية استعداداتها لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر وأي طوارئ، حيث تشهد عدد من المحافظات المصرية عواصف ترابية ورياح مثيرة للأتربة مع الارتفاع في درجات الحرارة. وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بسبب التأثر ببعض الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية. أوضحت وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد أنه استنادا إلى تقارير منظومة الإنذار المبكر، فمن المتوقع خلال اليوم وغدا وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد. وأعلنت فؤاد أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية. وأهابت الوزارة بالمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة. هذا وقد أصدرت الإدارة العامة للمرور عدة إرشادات للقيادة الآمنة أثناء عدم استقرار الأحوال الجوية، تضمنت السير بسرعة منخفضة وتشغيل المساحات بصفة مستمرة ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارات، تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل. كما شددت على ضرورة استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب وعدم الانشغال بغير الطريق وعدم استخدام التليفون المحمول. كما شددت على تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق وضرورة الالتزام بالسرعات المقررة ومنع السير عكس الاتجاه واستخدام أنوار الانتظار لتكون السيارات مرئية للغير. كما نوهت إلى أنه في حال الأعطال الانتظار أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري. كما شملت الإرشادات الاتصال على رقم المساعدة والإغاثة العاجلة المبين لحضراتكم على الشاشة. وقعت الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التخطيط عقدا تتولى بموجبه الهيئة تأثيث وتجهيز المقر الجديد لمجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يأتي في إطار جهود الحكومة لنقل الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة. تحت شعار صنع في